لقد كان العميد منصور عبد الله السراج رحمه الله من أفضل وأشجع الضباط الذي عرفناهم في الجيش الوطني. كان صادقا وفيا في أداء مهامه، وقد رافق مسيرة نضال الجيش من بداية نشأة تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية، وحتى لقي ربه شهيدا مجيدا مقبلا غير مدبر في معركة الحرية والكرامة والعروبة ضد تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. لا غرابة، فهو من أسرة جمهورية، وهو ابن اللواء الشيخ عبد الله السراج، أحد القادة العظام الذي لهم باع كبير في مقارعة تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية وفي حماية الثورة والجمهورية والوحدة. رحم الله الشهيد العميد منصور سراج، قائد فرع الشرطة العسكرية في محافظة حجة. هذا البطل، هذا الرجل الذي ضحى بدمه وبكل ما لديه طوال فترة حرب الدفاع عن الكرامة والحرية اليمنية. له الرحمة، ويعني عزاءنا فيه أنه سار على درب الأبطال الشهداء منذ 26/62 إلى هذا اليوم. نسأل الله أن يرحمه وأن يجبر قلوب أهله وذويه بالصبر، وإنا لله وإنا إليه راجعون.